بنت بتقول بعد ما اتجوزت بسنه ربنا اراد ان الجزء السفلي من جسمي يحصل له شلل تمام وما اقدرش احرك رجلي، فطلبت من اهلي انهم ياخدوني اعيش معاه عشان ما ابقاش عبء على حد، وطلبت من جوزي يطلقني عشان هو كمان يا حبه عيني لسه صغير ولازم يفرح بشباب، لكن هو رفض يطلقني وتمسك بيا وقال لي انا مستحيل اسيب. فقلت له انت ذنبك ايه تعيش مع واحده مشلول وتبقى عالة عليك، وكمان انت لازم تتجوز عشان تتهنى بشباب؟ فرد عليا وقال لي انا اتجوزتك انت عشان بحبك بعيوبك قبل مميزات، ووعد مني قدام ربنا ان هفضل معاكي لحد اخر يوم في عمري، لاني متاكد ان لو كنت انا مكانك ما كنتش سبتيني، ولو انت بتدوري على سعادتي بصحيح بلاش انت اللي تسيبيني وتتخلى عني. ومن ساعه اليوم ده وهو حرفيا كل حياتي بياخد باله مني وعلى طول بيخرجني ويفسحني، ولما بيتعزم على اي مناسبه او فرح لازم يوديني الكوافير ويشتري لي فستان وياخدني معاه وبيقعد يتصور معايا ويضحكني، وحرفيا بيحسسني كاني لسه عروسه يوم فرح. المهم عدت الايام وبعد معاناه من اللف على الدكاتره وكورسات العلاج الطبيعي لمده 5 سنين الحمد لله ربنا كرمني وخفيت وبقيت بمشي زي اي بنت طبيعيه، وحاليا انا حامل وجوزي مسافر بره ان شاء الله كمان يومين عشان جاله عقد عمل في المانيا، ومحتاجه منكم تدعوا له ان ربنا يسترها معاه ويوقف له ولاد الحلال ويساعدوه زي ما وقف جنبي لحد ما ربنا حاش عنه.